مساء الخير. وسط انشغالنا في مصر بكل الشؤون الداخلية والتوترات ولجنة الدستور والاحتجاجات الفئوية ومشاكل كثيرة للغاية كلها تندرج تحت بند الشؤون الداخلية، لا يجب أن احنا نغفل عما يدور حولنا في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط تموج بتغيرات 4 مهمة جدا. نمرة 1، ماذا يحدث بالنسبة لدول الربيع العربي؟ النقطة الثانية، التغير في كثير من سياسات الولايات المتحدة تجاه المنطقة، الانتقال من حالة ان هم يصبحوا مبادرين الى انهم يصبحوا مشاهدين. النقطة الثالثة وهي مهمة للغاية، وهي سياسة إسرائيل في الاستمرار في حالة لا تفاوض واستخدام اليد الثقيلة. النقطة الرابعة أيضا وهي بالغة الأهمية، الحرب الكلامية ما بين الغرب وإيران والاحتمالات الحقيقية لضربة عسكرية أم أنها فقط حرب على الورق. في كل هذه الأمور أين يكون موقع مصر من هذه الأحداث؟ وهي بلد تتغير من حالة إلى حالة وتنتقل من حكم إلى آخر، وبعد حوالي 100 يوم سيكون هناك حكم يتجه نحو التيار الإسلام السياسي. كيف ستكون سياسة مصر الخارجية وكيف ستتعامل مع هذه الملفات؟ ضيفنا اليوم هو سيادة العميد صفوت الزيات، وهو خبير عسكري واستراتيجي مرموق للغاية. هو من أكثر الناس اللي هم أمسكوا بملفات استراتيجية في المنطقة وقاموا بتقديم تحليلات معمقة ليها. العميد صفوت الزيات هيشرح لنا بالضبط مواقف مصر، مواقف الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية مما نعيشه الآن في عام ما بعد الثورات الربيع العربي. الأمن القومي العربي وأمن مصر وسياستها الخارجية تجاه التوترات هو موضوع حلقة اليوم. كل ده ناقشناه مع سيادة العميد بحرية، بشجاعة، بصراحة وبهدوء. سيادة العميد صفوت الزيات الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. سيدي، السؤال الأول الذي يطرح نفسه قبل أن ندخل في أعماق صورة المنطقة هي: ما هي ثوابت الأمن القومي العربي والأمن القومي للمنطقة وصورة الموقف قبيل ما يعرف باسم عام الربيع العربي، يعني قبل أن نبدأ 2011، قبل أن تحدث ثورات مصر وتونس والذي تلاها، كيف كانت الصورة الأمن القومي في المنطقة؟ يعني دعني أقول لحضرتك أننا يعني فكرة الأمن العربي ربما تعرضت لعدة طعنات علينا أن نعترف بها. ربما يعني كانت يعني سفر الرئيس السادات إلى القدس، وربما ما سمي بمعاهدة أو إطار كامب ديفيد ثم معاهدة السلام. أعتقد أنه مثلا ربما يعني ضربة شديدة لمنظومة النظام العربي الإقليمي الذي ربما كان يجتمع في شكل مؤتمرات قمة أو عبر جامعة الدول العربية أو عبر زيارات متبادلة مهما كان الناتج. ربما هل نستطيع أن نقول أيضا أن محطة عام 91 والتي سبقها في أغسطس السيء عام 90 غزو العراق للكويت، ثم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ذلك الدور الهامشي للنظام العربي الذي ربما كان يقال عنه معتدل، ثم تلك العملية الكبيرة التي أخرجت العراق ليس فقط من الكويت ولكن ربما أخرجته من قرن أو ربما يعني أكثر من هذا في الماضي والحاضر والقادم من الأيام. هل عودة القوات المصرية والسورية وإفشال إعلان دمشق متعمدا من قبل الدول الخليجية وحصلنا على جواب شكر بعد أن طنطنا كثيرا أن يعني سفرنا إلى الحدود الكويتية السعودية
كان يبشر بنظام عربي كبير واعتماد على العسكرية المصرية والسورية لتأمين غطاء للخليج العربي المكشوف، ووعدونا بالكثير. ثم بدأوا بعد أن بهرتهم التقنية الأمريكية والوعود الأمريكية بدأوا ينفضوا أيديهم من كل من مصر وسوريا، وعادت قوتنا ومعها خطاب شكر ولا عزاء لنا. وبدأ العصر الأمريكي على الشاطئ الغربي للخليج، وبدأت دائرة تتشكل في هذا الأمر، وبدأ عرب الخليج ربما يشعروا بثقة كبيرة من حليف أمريكي ومن تقنية عسكرية يحصلون عليها بشكل متعمد، ربما تتفوق على التقنيات العسكرية للجيوش العربية الرئيسية ذات الثقل في مصر وسوريا وربما الجزائر. هذه كانت الأسئلة الكبيرة. ثم جاء غزو العراق عام 2003، ويبدو أن الأمر قد يكون انتهى تماما، وبدأت تتشكل في المنطقة ليس نظام عربي بتلك الاحتفالية التي تراها في اجتماعات جامعة الدول العربية التي ربما يستفيد بها مقاولون الاحتفالات، ولكن المؤكد أننا أصبحنا أمام 3 دوائر فرعية في النظام العربي: الدائرة الخليجية ومحورها إيران، ويصب فيها كل ما نتصوره من أحدث أنواع السلاح، لأن الهدف يبقى إيران، وبعد ذلك ستغادر القوى الكبرى بعد أن تطمئن لتدفق البترول. والدائرة الثانية تكاد تكون منفصلة وفي قلبها إسرائيل، ويحيط بها لبنان ومصر وسوريا والأردن. وبدأ فيها أن العالم لا يريد أن يعطي تقنية عسكرية كبيرة ويحافظ على خلل كبير في التوازن العسكري. ثم دائرة المغرب العربي، ويبدو أن الصراع ما بين الجزائر والمغرب يستهلك الجزء الأكبر، وهي ربما خارج مشاكل المغرب الثقيل. هذه ربما ال3 دوائر التي عشناها، وربما ما زلنا نعيشها وإن كان بأوضاع مختلفة في هذه الأيام. إذن نحن لسنا أمام منظومة أمن عربي. إذا ذهبت إلى الخليج قبل الربيع العربي سيقولون أن التهديد الرئيسي هو إيران بعد أن كان العراق وإيران معا. إذا جئت للدائرة العربية فالكل مشتت. لبنان ربما مشاكله الداخلية تتجاوز كل الحدود، ولم يصلوا بعد إلى ربما معادلة سياسية قائمة على الانضباط. مصر بمعاهدة سلام ونظام كان قد بدأ يشيب وبدأت تتسلل إليه أمراض الشيخوخة، وسوريا تتلاعب بها روسيا على مستوى عالي للغاية في الإمداد بالسلاح، ولم تحصل ربما على قطعة سلاح رئيسية منذ عام 92. والولايات المتحدة الأمريكية تصب أروع ما في ترسانتها العسكرية للطرف الإسرائيلي، وإسرائيل على نحو خاص تنظم أول منظومة دفاع صاروخي متكاملة ما بين صواريخ بعيدة المدى حيتس وديفيد سلينج أو أحيانا ماجيك واند الخاصة بالصواريخ المتوسطة، ثم ما سمي بالقبة الحديدية التي سمعت عنها في المواجهات الصعبة للغاية التي مرت بنا، وكان آخرها في مارس الحالي في الأسابيع الأولى من هذا الشهر. والخلل العسكري كان واضح، وكان هذا رغبة للعالم كله، ليس فقط بإرادة أمريكية ولكن أيضا بمساهمة روسية على مستوى كبير للغاية، بينما ترك التوازن بين الجزائر والمغرب ربما يتهادى ولكن بانشقاقات كبيرة. هذه كانت الصورة التي قبل أن ندخل فيها إلى لحظات حاسمة في الربيع العربي. فيما يختص بالربيع العربي هناك عدة دول مهمة تأثرت بهذا الموضوع، هي بالترتيب تونس، مصر، اليمن، ليبيا، وأخيرا سوريا. يمكن دي الدول الأساسية. بعض الاضطرابات أو الثورات حسب ما حد بيشوف الصورة في البحرين. فهذه هي الصورة في المنطقة. يمكن عايزين نوضح للسادة المشاهدين، هل التغيرات في هذه الدول مش من الدول دي نفسها غيرت رؤى القوى الإقليمية اللي هي قوى ذات التخوم اللي هي إسرائيل، إيران، تركيا للمنطقة، أم بقيت السياسات كما هي؟
يعني في ثوابت وفي متغيرات. أعتقد المشكلة الإيرانية قائمة وتزداد حدة. دعني أقول لك كان هناك ربيع على خجل في إيران بعد الانتخابات الرئاسية، محاولة ربيع، ولكن إيران تدير معركة بذكاء كبير فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، وتنظر إلى كما كنا نسمي إلى الهلال الذي تحدث الكثير عنه. قبل ما ندخل الإدارة الذكية، هي أولويات إيران في المنطقة إيه؟ يعني ما هو المشروع الإيراني قبل أن نتحدث كيف يديرون ذلك؟ يعني نفهم هي زي ما بيقولوا أجندة إيران إيه في المنطقة. أتصور أن إيران تريد أن تستعيد مرة أخرى أيام الشاه، وإن كان بصبغة الملالي، بمعنى ليكن باب البوابة. أنا لست في مشكلة مع الولايات المتحدة، أنا لست في مشكلة معكم أيها الاتحاد الأوروبي، لست مشكلة مع العالم، ولكن دعوني أقول لكم أنني البوابة التي عليكم أن تدخلوا منها إلى ذلك الخليج الغني والثري. أنا زعيمة هذه المنطقة، وأنا صاحبة توكيل الخليج، وأنا الحضارة الأعمق، وربما لدي نظرة تعالي لما هو حولي. لقد كنت أحتل مساحات كبيرة من هذه المنطقة، وفي فترة الحرب الباردة كنت أنا النافذة. يعني تريد أن تقول للعالم ليس مجلس التعاون وليست السعودية، ولكن أنا البوابة الملكية إلى الخليج. الخليج بمعنى النفط، الخليج بمعنى مبيعات السلاح، الخليج بمعنى ممرات الاستراتيجية وانسياب ومرور، والخليج النفط بمعنى التقارب جنوبا مع روسيا الاتحادية، الخليج بمعنى أنني بوابة تتجهون منها إلى الصين. ليس لدي مشكلة مع الغرب، ولكن أريد أن أدخل معكم في هذه الصفقة. زي ما بيقولوا بالإنجليزي I am the right address، أنا العنوان السليم، أنا العنوان السليم للخليج. هذه هي مشكلة إيران، وهي مشكلة. هل هي تفعل تصرفاتها تعطي ذلك؟ يعني يمكن للوهلة الأولى، عشان حضرتك خبير استراتيجي وتعرف الظاهر والباطن للقرارات، لكن الظاهر بالنسبة للمشاهد العادي، للقارئ العادي، للمواطن العادي، أنه إيران ترسل رسائل تبدو معادية لأمريكا، تبدو معادية للاتحاد الأوروبي، فيها حالة من الاستقواء والاستعداء. أم هي في حالة عداء، أم تريد تحسين شروط اللعبة حتى حينما تجلس على مائدة التفاوض الأخير مع هذه القوى تجلس معهم من منطق القوة؟ أعتقد أن هذا الجزء الذي تحدثت عنه في النصف الثاني هو السليم تماما. إيران تريد أن تملك مفاتيح للقوة معينة، وحتى عندما تجلس على مائدة المفاوضات. بالمناسبة عندما نجلس معنا على مائدة المفاوضات، أنا لدي قناعة أنه ليس هناك وزير خارجية ذكي ووزير خارجية أقل ذكاء، أو ربما أعمال دبلوماسية قادرة على إحداث خلل. نحن نجلس معا وموازين القوة تتواجد على الأرض. ماذا تملك وماذا أملك؟ ماذا تستطيع أن تفعل معي وماذا أستطيع أن أفعل معك؟ إيران اليوم عندما خرجت الولايات المتحدة في تلك اللحظات الصعبة وهي ربما متعثرة للغاية في العراق، لم تكن لتخرج إلا بإرادة إيرانية. الذي ساهم في تشكيل ما بعد الانتخابات العراقية، الذي ساهم في تشكيل حكومة الائتلاف التي تديرها دولة القانون كانت إيران. التي مهدت للخروج الأمريكي من العراق هي إيران. التي تملك مفاتيح اللعبة السياسية في العراق وفي بغداد هي إيران. إيران اليوم حتى وهي تتعامل في برنامجها النووي تشعر في بعض الأحيان أنها تتجه إلى ما يقرب حافة الهوية، ثم تعود مرة أخرى وتضع خطوط حمراء. طب اللعبة دي مش فيها مخاطر؟ يعني هي بتصل أحيانا إلى سياسة جون فاستر دالاس بريكمانشيب بوليسي، اللي هي سياسة حافة الهوية. مخاطر سياسة حافة الهوية إن لم تكن محسوبة بدقة، من الممكن في لحظة من اللحظات أن ينفجر الموقف بجد. دعني أقول لك، إذا تابعنا الشهر الماضي أو بعد صدور آخر تقرير كان للوكالة الدولية، وبدأ يعني نوكيا أمانو لأول مرة يتحدث عن بعد عسكري في البرنامج النووي الإيراني، أنت شاهدت أن الإيراني إلى حد ما بعد أن صعدوا تراجعوا قليلا وبدأوا يعرضوا فكرة المفاوضات مرة أخرى 5+1، ويعرضوا قدر من الصفقات. هم لديهم براجماتيين للغاية، لديهم قدرة على التقدم والتراجع ثم التقدم مرة أخرى ورسم خط أحمر قد يكون في صالحهم. دعني أقول لك أن الإيرانيين
عفوا احد الكتاب الامريكيين قال ان هو كان عايش مراسل في امريكا في ايران عفوا لسنوات، فبيقول لك الايراني هم مشهورين بالسجاد، فتاجر السجاد الايراني يبدا معك ب$10,000 للسجاده وهي قيمتها 2000، لكن عشان يوصل معاك ل 2500 هم بارعين. فهو سياسه اللي بيسموه يعني تريدنج ان كاربت تريدرز، يعني تجار السجاد يعني. بارعين للغايه وربما ارهقوا كل من الاسرائيليين والامريكيين. دعني اقول لكم لا يريدون امتلاك سلاح نووي، لكن يريدون امتلاك القدره النوويه. وهذا هو اشرح ليا وللساده المشاهدين ايه الفرق بين الاثنين. حضرتك هو يريد ان يملك تكنولوجيا التخصيب، وبالتالي يستطيع في ظل ما يسمى بأن لديه مشروع ل10 محطات طاقة نووية كهربية أن ربما أن يخصب مثل محطة نتانز يحتاج إلى 10 محطات أخرى ستنتج له ربما من كل محطة حوالي 1600 كيلو جرام من اليورانيوم منخفض التخصيب 5% الذي يصلح وقود لمثل هذه المحطات. إذن هو امتلك تقنية التخصيب. تقنية التخصيب 5% يستطيع إذا أخذ قرار سياسي أن ينقلها خلال 6 أشهر من 5% إلى 90% للجريد أو للدرجة التي تصلح للسلاح النووي. إذن هو امتلك قدرة التخصيب. لديه الآن نظام أو ربما برنامج لصواريخ باليستية قادرة على أن تحمل رأس على الأقل 1000 كيلو جرام حتى يستطيع أن يشغل بها ربما رأس نووي، وإلى مدى ربما يصل إلى 2000 كيلو جرام 2000 كيلومتر. هو الآن فعلا ربما نجح، لديه شهاب 3M حوالي 1200 كيلو، ولديه سجيل وقود صلب حوالي 2000 كيلو. طيب لما يبقى عنده 2000 كيلو ده، ال 2000 كيلو ده يوصل بيه لفين؟ يصل بيه إلى إسرائيل ويصل وإذا خفف المقذوف ممكن يوصل. تمام، لكن نستطيع أن نقول أن المقذوف يوصل لإسرائيل بسهولة يعني. يصل لأي مدن إسرائيلية الأطراف ولا؟ أنت تعلم أن إسرائيل خسرها ربما حوالي يعني 15 كيلو إذا أخذنا تركار من نتانيا أو قلقيلية ربما وأمامها على الساحل. يعني مشكلة إسرائيل أن أقصى عمق لها 60 كيلو متر وفي أضيق خاصة لها 15 إلى 20 كيلو متر، فهي سهلة جدا اقتطاع. حتى نحن كنا بنقول يعني في الماضي من الأيام المجيدة أن لو كتيبة مدرعات أردنية على كفاءة عالية وتحركت من تركارما أو قلقيلية لوصلت إلى نتانيا أو ربما ضواحي تل أبيب خلال نصف ساعة. وقسمت إسرائيل بين شمال وجنوب، لديهم مشكلة في الجغرافيا لديهم. ولكن إذا امتلكت نصية التخصيب حتى بالقدر الأدنى وامتلكت وسائط الوصول ولدي مخططات لتصنيع رأس نووي حربي، يبقى مش محتاج ان انا هو هنا ايه يريد ان ربما يأخذ النهج الياباني، بمعنى ان آيات الله او الملال يقولون نحن نملك القدرة ونستطيع اذا اصدرنا اوامر أن نحوز السلاح النووي نيوكلر ويبون بقى، يعني معناها قنبلة نووية تحمل على طائرة أو رأس حربي يحمل على صاروخ باليستي أو رأس نووي يحمل في غواصة من غواصات الكيلو التي لديهم الروسية. إذن هم يريدون أن يقول العالم نحن نملك القدرة، ولكن لدينا فتوى من الإمام أننا لن نصنع السلاح النووي. إذن عندما أجلس معك سأجعلك دائما تضع في اعتبارك أنني أملك القدرة لكن لا أنوي على حيازة السلاح النووي. المشكلة بين أوباما وبين نتنياهو في 5 مارس الماضي رأيت الرجلين يجلسان معا، والله كل منهما ينظر الآخر ويرى جهنم في عينيه. تخيل أن أوباما يعني ينظر إلى نتنياهو وكأنه يقول له تريدني أن أقوم بقصف إيران؟ لقد خرجت من العراق بصعوبة واحتفلت احتفالا مظهريا في 14 ديسمبر الماضي، وأحاول أن أخرج بشق الأنفس من أفغانستان وجنودي لا يريدون أن يرحموني. أحدهم حرق المصحف الشريف والآخر قتل 16 في قندهار، وأنا في كل يوم ربما أغوص في مستنقع. لو قرأت تشرشل في كتابه الشهير القوة الميدانية ملكا، وقال لي وكتب تشرشل عليك ألا تجرب أن تقاتل إسلاما يرتبط بالجبال. لا تعلمنا ألا نذهب إلى جبال هندوكوش ولا تعلمنا أن نبتعد على هذه مقبرة الإمبراطوريات مهما امتلكنا من تقنية. يقول لأوباما في سره أنا في سنة انتخابات وأريد أن أعود مرة أخرى
لقد تعافى الاقتصاد الأمريكي قليلا وتريدني أن أذهب لأقاتل في مضيق هرمز وترتفع أسعار النفط إلى $300. إلى أين تريد أن تأخذني؟ أنا سأكتفي بالعقوبات والعمليات السرية من اغتيالات وإطلاق ما يسمى بالسايبر وور أو حروب. عشان كده تفهم زيارة رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الموساد السرية لأمريكا، والأمريكان هم اللي كشفوا عنها عشان الأمريكان لن يسمحوا بهذا الأمر على الإطلاق. وتخيل أن نتنياهو في المقابل ينظر إلى عيني رجل ويقول حظي معك أيها الرئيس الأسود وكأنك ستنهي لنا مملكتنا الثالثة. قلت لكم من 15 عام أن هناك برنامجا نوويا عسكريا لإيران وقدمنا لكم الأدلة من 10 سنوات. لقد تباطأتم كثيرا، ولولا أنا قمت بقذف أوزيراك في 7 يونيو 1981 زمن بيجن لكان لدي صدام قنبلة نووية ولكان موجودا وتغيرت خريطتكم. وتباطأتم وكوريا الشمالية نووية، وتباطأتم وباكستان نووية. أنا أعلق في مكتبي وفي مكاتب كثير من المسؤولين طائرات F-15 الإسرائيلية وهي تحلق في العيد 25 للقوة الجوية البولندية، وتحلق فوق معسكر أوشفيتس الذي أبيد فيه يهود كثير، ونكتب تحت هذه الصورة Never Again. احنا هنا واصلين لمرحلة فيها نوع من تصادم المصالح، من الشكوك الكثيرة أو تصادم المصالح. طبعا يعني إذا اتخذ ألف قرار سيضر إضرارا شديدا بباء، والعكس صحيح. وكل منهما في وضع داخلي حرج للغاية. كل ما ستفعله إسرائيل هي ضربة جوية واحدة قد تصيب هدف واحد أو هدفين. نحن لدينا نتنز محطة تخصيب، نحن لدينا أصفهان محطة مركز التحويل والتكنولوجيا النووية، نحن لدينا بوشهر وهو محطة طاقة نووية أعتقد أنهم لن يقربوا منها لأن يديرها روس. لدينا أيضا ربما مركز إدارة التكنولوجيا في طهران. لدينا المفاعل الثقيل أراك الذي ربما إذا عولج البلاتونيوم منه لأنتج قنبلة نووية. إذا عندما تقلع احتمال إسرائيل إذا أقلعوا قد يقلعوا عبر الحدود السورية التركية، ولكن يبدو الأتراك اليوم في شكوك كبيرة وربما في مشكلة كبيرة مع الإسرائيليين. أو قد يعبر من الأردن ثم المجال الجوي العراقي محتاج ممر، فهو عنده الممر السوري التركي وعنده الممر الأردني العراقي، ولكن المجال الجوي العراقي مسيطر عليه الأمريكان. وبريجينسكي في أحد المرات السنة الماضية تحدث أننا ربما سنسقط الطائرات الإسرائيلية إذا عبرت من العراق إلى إيران. بريجينسكي يتكلم وهو من أحد أعمدة يعني باحثي الأمن القومي، كان مستشارا رائعا لكارتر، وقال الرئيس أوباما منذ أيام قال له لا تشن حربا ضد إيران. والممر الآخر هو ربما يكون الممر الأردني السعودي ثم الوصول إلى الخليج أو عبور المجال الجوي الكويتي والدخول إلى إيران. كلا الممرات له مسافاته وله مشكلاته وله أيضا مزايا وكلفته وله كلفته. ولكن كلنا ندرك أن إسرائيل إذا نفذت ستنفذ ضربة واحدة، وإذا أصابت ستصيب هدف أو هدفين. وبصراحة أن يبقى بعد كده لازم يكون عندها استعدادات، ليس عندها استيعاب رد الفعل. ما هو المشكلة إنه بعد هذه الضربة من سيتحمل العبء الكامل؟ الولايات المتحدة الأمريكية. وعندنا كمان أنصار الولايات المتحدة الأمريكية. عندنا إغلاق مضيق هرمز، عندنا ارتفاع أسعار البترول، عندنا قيام حزب الله بتسخين الوضع على الجبهة الإسرائيلية، عندنا حماس ممكن تسخين الوضع داخل الأراضي الفلسطينية وعلى المستوطنين اللي موجودين هناك. عندنا الوضع في العراق والله أعلم سوريا وقتها هيبقى وضعها إيه. فمن هنا لكن الذي سيتحمل يعني هي ضربة من دولة إلى أخرى، لكن رد الفعل الإقليمي هيبقى كبير قوي. يعني زي ما بيقولوا كده، ليس المهم أن تقلع الطائرات وتحلق شرقا إلى فوردو في جنوب قم، ولكن المشكلة ستبدأ عندما تهبط الطائرات الإسرائيلية مرة أخرى إلى قواعدها. من سيواجه مضيق هرمز؟ الولايات المتحدة الأمريكية. من سيواجه ضربات ضد بعض المنشآت النفطية في الخليج؟ الولايات المتحدة الأمريكية.
من سيواجه أعمال عسكرية ما في العراق؟ الولايات المتحدة الأمريكية. هم يحاولون أن يتحدثوا عن حزب الله وحماس ويضعونه في نفس السلة مع إيران، ولكن دعني أقول لك أن حزب الله حذر للغاية ولن يفتح جبهة ربما تؤدي إلى تدمير لبنان. دعني أقول لك أن جادي أزنجاوت قائد المنطقة الشمالية العسكرية الإسرائيلية وضع عقيدة سماها ضحية دكتورين. قال أننا المرة القادمة لن نقصف حزب الله اللي في الضاحية الجنوبية، ولن نقصف تلك البلدات التي كانت في جنوب لبنان، عيت الشعب على الشعب من تبي المرجعيون. لا، نحن سندمر البنية الأساسية والاقتصادية كاملة للبنان وسنعيده للعصر الحجري. وبالتالي أعتقد أن السيد نصر الله يدرك تماما أنه إذا تدخل فربما سيجلب عليه نهاية للدولة. هل يستطيع السيد نصر الله سماحة السيد أنه هو يتحمل أنه مرجعيته الدينية في قم ومصدر تمويله الذي يأتي من مكتب المرشد الأعلى والتمويل بيأتي من هناك والسلاح الذي يأتي من الحرس الثوري في نهاية الأمر يقف مكتوف الأيدي؟ يعني هو بيستثمر فيه على مدار سنوات كثيرة. هذه هي لحظة الرد الجميل، يعني سيقف مكتوف الأيدي. دعني أقول لك من يفترض أن إيران سترد. الخطورة كلها التي تخشى منها إسرائيل أن إيران لن ترد. إذا قصفت إيران، روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي ومن بعده جاء اليوم بنيتا وقالوا نفس الكلمة عليك لإسرائيل: عليك ألا تقومي بضرب المنشآت النووية الإيرانية، أنك لن تستطيعي أكثر من تأخير البرنامج النووي الإيراني من 2 إلى 3، ولكنك ستدفع إيران إلى أن تكون أكثر تصميما الآن إلى حيازة سلاح نووي عبر برامج سرية غير معلنة. ستجلبين على أمريكا وعليك كراهية لن تنتهي في العالم الإسلامي، وستوحدين إيران بكاملها خلف آيات الله وملاليه. فماذا تفعلين؟ هذه هي النقطة الكبيرة. أعتقد أن الإيرانيين إذا قصفوا لن يردوا، لأنه في الحالة دي العالم الإسلامي والعربي سيكون معهم، سيبدو أنهم الضحية. الآن سيبدأ علي خامنئي أو من سيليه في الشروع في برنامج نووي سري أكثر تصميما، لأنه وده سيضعف موقف التيار الإصلاحي وسيقوي التيار المتشدد في الداخل. فالانتخابات المقبلة بهذا الشكل ستأتي بمن هو يمكن أكثر تشددا من أحمدي النجاد حتى. ودعني أقول لك أنني لست شرطا أن أكون أحد الملالي أو آيات الله. إذا كان بلدي في شماله طبعا روسيا النووية، وفي خصري الأسطول الخامس الأمريكي الذي في أقل التقديرات يملك من 20 إلى 40 سلاح نووي تكتيكي، وفي غرب إسرائيل النووية، وفي شرق باكستان النووية، في مشاكل الأمن القومي ليس شرطا أن أكون ذات عمامة سوداء أو إصلاحي أو متشابه. ولكن دعني أقول لحضرتك، والآن هل بعد هذه القصفة يصبح من حق إيران أن تنسحب من NPT من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية؟ أصبح من حقها لأنها قصفت. الآن في إيران أنا كنت أقرأ تقرير الوكالة الأخير في شهر 11 الماضي، يتكلمون دخلنا نتانز وجدنا أن هناك صالتين A و B، بعض دون الدخول في الهول A وفي الهول B. الهول B ليس فيه طوارد مركزية للتقسيم. الهول A مفروض يكون فيه 8 يونت، 3 يونت يعني يعملوا، وفي كل يونت منهم 18 ما يسمى كاسكيد أو مجموعة طوارد. إذا العامل الآن 54 من الطوارد، لكن المحطة تستطيع أن تستوعب 54,000 طارد. حتى الآن لديهم 4000. يعني عشان حتى لا نغرق في التفاصيل التقنية للمشاهد العادي، يعني لقوا عندهم إمكانية تخصيب، نعم أم لا؟ لديهم إمكانية التخصيب في حدود ما يسمح به المعاهدة، يعني غير مخلفين بالمرة. أنا ليه بقول لحضرتك بيقولوا لي عدد الطوارد وأنا بتابعها من شهر لشهر؟ لأنه هنا في مراقبين
في ناتانز، في فوردو، في اصفهان، البرنامج النووي الايراني بالكامل تحت الاشراف. وبالتالي حتى لما بتخرج بعض الاشياء بتظل شكوك، وهذا ما يطمئن الرئيس اوباما. وعشان كده هنيجي بقى للنقطه الذي فيها خلاف بين امريكا واسرائيل. اسرائيل تريد ان تقصف اليوم قبل غد، لان اسرائيل لا تريد ان تملك انت القدره النوويه. قد نواجه نحن في مصر هذه المشكله اذا بدانا برنامجنا النووي. هل سنجلب اليورانيوم المخصب الوقود لمفاعلاتنا دون أن نحوز ما يسمى بدورة الوقود النووي، أم سنصر عليها؟ إذا أصررنا عليها لكي يتعلم علماءنا كيف يتم التخصيب ولدينا كوادر جيدة، سيشن علينا حملة وسنتعرض وسنعاني وسنمر بأزمات كبيرة. نحن لابد أن نصل دع الوقود النووي. لن نفعل مثل الامارات العربيه على سبيل المثال عندما اغلقت حيازه دوره وقود وقالت ساستورد الوقود من الخارج. علينا نحن ان نتجه لتصنيع وتخصيب الوقود النووي. للاعب الثاني في منطقة التخوم وهو اللاعب الإسرائيلي. اللاعب الإسرائيلي هل ترى من مصلحته زيادة العنف ضد الفلسطينيين في غزة، إسقاط حكومة حماس، شن حرب في جنوب لبنان، ثم أيضا انطباعات إسرائيل عما يحدث في دول الربيع العربي؟ أعتقد أن إسرائيل هي في موقف المنتظر والمتهيئ الآن. المعادلة السورية ربما ستحل مشكلات كبيرة. المعادلة السورية وسوريا إلى أين تتجه ستحل مشكلة سوريا وستحل مشكلة لبنان، وربما تحل أيضا مشكلة بعض المنظمات. اشرح لي أولا السؤال الأول، هل النظام السوري اللي عمره 42 سنة كان بالنسبة لإسرائيل مبعث طمأنينة أم مبعث قلق أم مزيج من هذا وذاك؟ بالعكس، أنا شايف أن النظام السوري إلى حد كبير كان مبعث طمأنينة. وبالتالي عندما شاهدنا تصريح يعني ابن خالة الرئيس الأسد في أحد المرات في بداية الثورة، وقال إن رامي مخلوف للنيويورك تايمز، وقال لهم تحديدا أن بقاء نظامنا هو من مصلحة الأمن وضمان للأمن الإسرائيلي. إذن هذا أمر متعارف عليه تماما. أن تتواجد يعني بعض المنظمات لدي الجانب السوري وأن يحوز ويتحكم في أنشطتها هو جيد للغاية. أن يسيطر بصورة أو أخرى على جنوب يعني فكرة لبنان. استحواذ الكروت التطرف أو أوراق التطرف أو التشدد في المنطقة حسب الرؤية كل طرف، تسميها تشدد، تسميها مقاومة، تسميها تطرف، اللي هي حزب الله، حماس، المنظمات الفلسطينية، العلاقة مع إيران، كل هذا الأمر ما دام في يد قوى يمكن عقد صفقات وبيع وشراء منها مثل سوريا، كان ذلك يبعث على الطمأنينة. تمام. الخوف الآن أنه في حالة رحيل الأسد أو النظام البعثي السوري والنظام العلوي، أنه يأتي السؤال من الذي سيخلف؟ وهذا هو السؤال الذي ربما يشغل القوى الغربية الآن. يعني ما يريدون ما يسمى سوفت لاندنج، نريد أن نخرج فيما بعد الأسد بطريقة هادئة، ونستطيع أن تشكل سوريا ونشكل معها نظاما سياسيا يدعم الاستقرار. بلا شك هذا هو ربما ما يوقف الأمر. لكن أعتقد أن المشكلة السورية تجاوزت يعني مرحلة أو نقطة اللا عودة، بحجم الخسائر البشرية على الأرض، بحجم التصاعد والتنامي فيما يسمى الجيش السوري الحر، بحجم الإجهاد الذي بدأ عليه النظام السوري. أعتقد أن الأمور الآن تبحث في العواصم الكبرى، ولكن يدركون تماما كما قالوا أنه ديد مان ووكينج، رجل ميت يمشي على قدميه. هم يدركون هذا، ولكن هم الآن يريدون ترتيبات معينة. وحتى الأمر يجعلك أحيانا تفكر، نحن في ليبيا كان من الممكن إذا استمر أوباما ولم يغادرنا بعد أسبوعين من بدء العمليات، كان ممكن أن العمليات في ليبيا تنتهي خلال شهر واحد، 4 أسابيع، لأن حجم النيران اللي استخدمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوعين الأولين والافتتاحية كان قادرا على أن ينهي العمليات تماما. ولكن لماذا تركوا 8 أشهر الحملة؟ من ضمن أتصور الاعتبارات أنه يريد أن تنتهي المشكلة وينتهي معها القوة العسكرية للدولة. يعني هم ليسوا في عجلة الآن. الجيش السوري يتآكل، الجيش السوري
يجهد، الجيش السوري يتشقق، الجيش السوري يخرج عن ولاءاته، الجيش السوري يخرج من جيش نظامي إلى جيش حر لا تتمتع فيه مستويات النظام درجة عالية. يفيد أم يقلق إسرائيل؟ أنا عارف الإجابة لكن أريد أن أسمع. بلا شك هو لن يقلق إسرائيل بالمرة، لأن حجم الخلل في التوازنات العسكرية يزداد، وحجم ربما القدرة على المناورة السياسية ومحاولة التواصل مع النظام الجديد ستكون أفضل. والأهم لديه أنه لم يحل مشكلة حزب الله، فالآن قطعت خطوط إمداد كانت تأتي عبر إيران فجنوب العراق، فعبر الأنبار، ثم تأتي في وادي الفرات، ثم تدخل من مناطق دمشق. ده ممر البري أو حتى الجوي للإمداد والتموين لحزب الله. فبلا شك يعني إسرائيل تحل مشكلات كبيرة جدا. حماس تكاد تخرج الآن من دمشق ولا تدري إلى أين تذهب. حزب الله يعيد حساباته، ولكن في ذهنه أيضا أنه مسؤول. نحن مهما تكلمنا عن حزب الله فأنا أعتقد أنه يتمتع بدرجة من الرشادة. ودعني أقول لك أن سيد حسن نصر الله بعد لبنان 2006 قال: لو كنت أدري أن رد الفعل الإسرائيلي كان بهذه الصورة لما بدأت يمكن الأسبوع الأخراني اللي فات ابتدى ياخد موقف في قدر من المحايدة عندما طالب من الجميع أن يلقوا السلاح. هو طبعا أخطأ. حسن نصر الله أخطأ كثيرا في أن يصور بهذا الأمر. لكنه أيضا في الأسبوع الماضي في نفس تصريح قال شيئا مثير، قال أنه لو قامت إسرائيل بهجوم على إيران فأنا سأنتظر ما ستطلبه مني إيران، بمعنى أنه لن يندفع إلى محاولة فتح جبهة جديدة في اتجاه الشمال الإسرائيلي. وأريد أن أذكر حضرتك أنهم يتطورون. الأسبوع الماضي لم يلاحظ كثيرون أن الجيش الإسرائيلي أجرى دفاعات برية عن منطقة حيفا، لأن التقارير المتاحة منذ أكثر من عام أن حزب الله في المرة القادمة لن يكتفي بضربات صاروخية، سيدخل ومن 3 شهور عملوا تجارب على المدنيين حالة طوارئ في حالة استخدام سلاح كيماوي غير الكيماوي، سيدخل وسيخترق وسيصل ربما إلى الكرمل، وسيصل إلى مشارف حيفا، وسيصل إلى صباع الجليل. مخطط له ربما 3 كتايب من حزب الله انتحارية ستدخل وتحاول أن تتصل بمثلث العربي في شمال إسرائيل، ويدير معارك قادرة على أن ربما تدار لعدة أسابيع وتجذب العالم كله أن العمل الآن لم يعد فقط ضربات صاروخية، ولكني سأقتحم وسأحتل مناطق وسأدير عمليات انتحارية ويحتمي في الكتل السكانية والخرسانة، وبالتالي يحدث شلل في حالة التفوق الجوي لإسرائيل. وإلى حد ما نحن في حروب بسميها حروب الجيل الرابع، فورس جنريشن وور. احنا مرينا ب4 أجيال. الجيل الاول شاهدنا فيه نابليون اللي هو حشد او ماس اوف مان باور، حشد الافراد، اعداد ضخمه امام اعداد ضخمه وتقدم ونوع من الشرف والنباله. ثم جاءت الحرب العالميه الاولى اللي نسميه الماس اوف فاير باور، حروب الخنادق وما يستطيع ان يفعله المدفع. ثم جاء لنا هتلر وقدم استعراضه الرائع بارتال البنزر ليخترق ويقضي على المسافات ويصل الى الاعماق. وطبعا كان يعني قمه اداء الجيل الثالث وما اداه نورمان شوارزكوف في صحراء العراق الغربيه عندما قام بفيل 18 الشهير، المناوره الكبيره التي قطعت خطوط الامداد شمال الكويت واجبرت ربما العراقيين على انسحاب متعجل. والجيل الرابع بقى نحن نعيشه الآن في قندهار، في لشكرجاه، في خست، كنا في الفلوجة، كنا في عيت الشعب، علم الشعب، كنا في مصراتة، كنا في الزنتان، كنا في غزة. معارك بتتم بين جيوش نظامية وحركات مقاومة شعبية تتمتع بولاء مناطقي في المنطقة. هم لن يقلدون فكرة ماو ستونج أننا سنحتل الريف ثم نتقدم إلى المدن. هم يعلمون أن التقنية في أكبر وأصعب وأعلى أوقاتها، وبالتالي سيحتمون بالكتل السكانية وسيديرون معاركهم المدنية. وبالتالي نحن نشاهد ربما يحاولون حرب عصابات في مدن ثم يطلقون الصواريخ أو ما يسمى بوسائل الإطلاق عالية المسار إلى قلب الطرف الآخر. في غزة يعني كان لدينا هذه القناعة، وكنت كل يوم أقول لأورمارت اخرج واعترف
أنك لن تخترق غزة وأنك ستجبر على وقف إطلاق النار. عندما يكون هناك رئيس دولة ويجد أن أعتقد كنت بتابع حضرتك، أعتقد حضرتك غير أن يعني بنيت على قدرة المقاومة والصمود، لكن على نظرية بسيطة أنه غزة تكاد تكون من أكثر حالات التكدس السكاني على المتر المربع الواحد. فحتى لوجستيا وعمليا هذه مناطق لا يمكن السيطرة عليها أو الدخول فيها. وزي ما بيقول ليدل هارت الخبير الاستراتيجي، انت اذا ما عندكش مخرج ما تخشش، فهو اذا دخل مش هيعرف يخرج. وانا كطرف اضعف انا بخاطب الاعلام. يعني الان هو كل ضرباته في غزه يصيح العالم كله بالمجازر والدماء وخلافه، وبالتالي المقاتلون الى حد ما ليسوا فقط ربما تحت غطاء المدنيين، ولكن حتى تحت غطاء حقوق الانسان والإنسانية جمعاء والجرائم ضد الإنسانية. وبالتالي نحن ما شاهدناه منذ 4 أيام في حي المزدة، وأن يصل الجيش الحر إلى القتال في أحد الأبراج، وأن يقترب من فيلل أو مناطق قصور عاصف شوكة صهر الرئيس. كان المطلوب أن ينقل الإعلام وأن تنقلوا أنتم أن المعركة الآن على بعد خطوات من القصر الجمهوري. هذا ما فطن إليه هو شي منا 68 عندما أرسل القوات الشمالية، وكانت الأقمار الصناعية في بدايتها. أيوة، بس هو شي منا وكل هؤلاء دايما كانوا يحسبون حساباتهم على أنه في حالة حدوث نوع من الدمار الشديد ونتيجة وجود كوارث في المدنيين يرتدع النظام. حتى لو كان النظام الأمريكي لما جه وقت مفاوضات باريس سنة 71 وكان البي 52 بتعمل القصف اللي قيل إن هو قد 4 قنبلة نووية 4 أضعاف. في كان رأي عام والنظام الأمريكي لأنه نظام ديمقراطي رغم أنه في حالة حرب، في النهاية كان في حركة احتجاج داخل بلده ضد هذه الجرائم التي ترتكب ضد مدنيين عزل ينالهم ما ينالهم من الحرب. لكن في حالة النظام السوري أنت لا ترشد ما هو غير مرشد. من الواضح أن النظام السوري مستمر في العمل العسكري غير آبه بالكلفة اللي على الأرض ولا برد الفعل العالمي. سأتفق معك تماما، ولكن هذا هو المطلوب من الطرف الأضعف. دعني أقول لك بابا عمرو بدأت 4 فبراير. في هذا اليوم كان اليوم الفيتو المزدوج للصين وروسيا معا، ورفضوا قرار مجلس الأمن يدين سوريا، ورفضوا قرار لمجلس الأمن كان سيتبنى المبادرة العربية بترحي الأسد وتولي نائبه. بدأت معركة بابا عمرو 4 فبراير، انتهت باقتحام الجيش السوري 1 مارس، وحتى الآن لا نعلم ماذا حدث تماما في بابا عمرو. في 1 مارس كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصدر القرار الرابع بإدانة النظام السوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. شكرا بابا عمرو على هذا الشهر، شكرا أنك أشعلت القضية السورية ووضعتيها أمام العالم، وجعلت مؤتمر أصدقاء سوريا في 24 فبراير في تونس. بس فاتورة غالية الكلفة. من قال أن الحرية الغالية ليس لها فاتورة؟ أنا أعرف. دعني أقول لك هي علينا سهلة في الترديد الإعلامي، لكن يعني نحن شاهدناها في ليبيا، شاهدنا في ليبيا 53,000. نعم. حضرتك شاهدنا مصراتة كيف تدمر وكيف تقاتل وكيف تنطلق، شاهدنا بنغازي كيف اقتربوا منها وكانوا ربما سيدمرونها إلا بعد أن حلقت الرافال الفرنسية. هذه هي قضايا الحرية، هذا قدرنا. هذا السؤال الذي أتمنى منك أن توجهه إلى قادتنا أو رؤسائنا الذين أساءوا لنا جميعا. لماذا تضعوننا دائما بين سندان حكمكم وبين مطرقة التدخل الخارجي؟ كل ما يفعله السوريون الآن ولا بد أن يفعلوه على مدار الساعة، أن تظل قضيتهم حادة وقائمة وحالية حتى يصدر قرار من مجلس الأمن أو يتشكل ما يسمى كوليجن أوف ويلينج، تحالف رغبة كما حدث في كوسوفا، وأن تدخل القوات بأشكال معينة، بافر زون، منطقة عزلة، منطقة آمنة، حظر جوي كما يريدون. دعني أبدأ فتح الطرف التركي من البوابة السورية. هل من الممكن أن ترى تركيا وهي من ناحية جغرافية، وحضرتك أقدر مني في التحليل، هل الجغرافيا الوضع الجيوسياسي يؤهل تركيا وقدراتها العسكرية إن هي اللي تخش تعمل منطقة آمنة، ولا المدخل
هيحتاج شكل تاني؟ والله سيادتك أثرت مشكلة المداخل مناطق الأمن. دعنا أقول لك، أستطيع أن أدخل إلى سوريا من إسرائيل، وأستطيع أن أدخل إلى سوريا من الأردن، ولكن إذا كنت أريد أن أنقذ الشمال السوري فإذا في طريقي ستكون العاصمة دمشق، وستكون معركة كبرى قبل أوانها. وأنت عربي وأنت مسلم وأنا طبعا. وأنت لن نتحمل أن نرى الإسرائيليون طبعا. يدخلون دمشق. لا طبعا، وإذا كان حل الشعب السوري من إسرائيل يبقى تمام. يبقى دي فاتورة مرفوضة تمام. مع أن إسرائيل الآن تعد معسكرات للاجئين في الجولان وتتهيأ لاستقبال أكثر من 200,000 لاجئ سوري. شيء مؤلم. وإذا فكرت أن أعبر من لبنان فهناك حزب الله، وهناك عمليات عسكرية بارعة سيديرها هذا الحزب في سهل البقاع، وربما تكون مشاكل كبيرة. هل نقيم ميناء على المتوسط جنوب طرطوس؟ لا نستطيع أن نحتل طرطوس لأن فيه الأسطول الروسي يتواجد هناك، وأرسل بعض قوات مكافحة الإرهاب في الفترة الأخيرة. إذن هل سأنشئ ميناء على عجل شمال العريضة على الحدود اللبنانية السورية، وبالتالي سيكون أمامي فقط حوالي 45 كيلومتر الوصول إلى المدينة المنكوبة حمص؟ أعتقد المشكلة أيضا أنني أسير بالتوازي وقريبا من الحدود اللبنانية، وهنا سأتعرض لحرب عصابات. إذا لن يبقى. وإذا فكرت في العراق، هل العراق تتحمل مرة أخرى أن تهبط جنود أمريكيين أو أوروبيين أو عرب وينطلقوا غربا في اتجاه وادي الفرات؟ صعب للغاية في هذا الأمر. إذا لن تبقى لنا إلا تركيا. حلب على مسافة 30 كيلومتر، إدلب على مسافة أقل، قد يكون من 15 إلى 20 ميل وربما أقل. وبالتالي تركيا هي الأنسب جغرافيا، ولكن تركيا تتمهل كثيرا جدا. تركيا تريد أساسا أن يعطى لها ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة. وأعتقد أن هي كمان محتاجة سؤال مهم، يعني التاجر العبقري أردوغان ما هو الثمن؟ وهو الثمن مؤمن طبعا. هو الثمن فكرة السوفت باور، أو فكرة القوة الناعمة، أو فكرة أنني كما فعلت في غزة ولكني تباطأت. وأنا لمت كثيرا على الهواء في ليبيا، كان يسبب مشاكل كبيرة في مجلس الأطلنطي لكي يقروا قوائم الأهداف اليومية للقصف الجوي ضد تلك يعني الآليات المدرعة الصاخبة التي تقتل المدنيين في ليبيا. هو يريد ضوء أخضر من ناتو. الأهم من هذا أعتقد أنه سيشعر بالضرورة عندما يرتفع مستويات اللاجئين. وأنا أعتقد أن عبقرية المعارضة السورية، وإن كنت لا أنصح بها، إنه إذا دخل تدفق يزيد عن 50,000 لاجئ سوري إلى منطقة هاتاي أو ما يسمى أنطاكيا أو لواء الإسكندرونة، فجأة وبسرعة ربما الموقف يتغير. لكن وأنا أتحدث معك، عليك أن تثق أن هناك خطط عمليات موضوعة، وأن هناك تحديث على مدار الساعة لقوائم الأهداف: القصر الجمهوري، الفرقة الرابعة، الحرس الجمهوري، الوحدات الرئاسية، مراكز الاستخبارات الرئيسية للنظام، الفرقة الخامسة، التاسعة، ال11، ال18، الفرقتين الخاصة 14 و15. في حديث عن موضوعين، يا ريت حضرتك تشرح لي إذا كانوا صح ولا لا، عن نشاط فعال للمخابرات التركية بالذات في المناطق الملاصقة للحدود، بدءا من حلب ووصولا إلى حتى طرطوس. سمعت يعني واخد تمام. هو بلا شك هو على الأرض. وفي النقطة الثانية انه في سلاح ومال تركي موجود. اعتقد هو يعني جزء من التمويل متاخد من دولة خليجية عبر القناة التركية. احنا نيجي بقى للدولة الخليجية ونشوف لماذا الخليج متعاطف بهذه الدرجة. الخليج يريد أن يصحح خطأ كبيرا ارتكبه في العراق. أنت لو قرأت خريطة العراق وكان الحديث عن الهلال الشيعي، يبدو أن الحساسية الطائفية موجودة. لك أن تتخيل أنني إذا أخذت محافظة ديالى على الحدود الإيرانية العراقية وضممت لها محافظة صلاح الدين السنية معها، وضممت لها الأنبار التي تشكل الجزء الأكبر من مساحة العراق، ودخلت إلى سوريا وأصبحت سوريا معنا أو ربما سوريا السنية، إذن أنت تشكل الآن الهلال السني، وخرائط جديدة ترسم ربما تنهي المشكلة التي ظلت تؤرق الجميع: العراق، سوريا، حزب الله وإيران. وبالتالي يبدو الخليجيين في عجلة من أمرهم تماما، تسليحا وتمويلا للثورة السورية. هنا هسأل حضرتك، هل سيناريو
أن تقوم الطائفة العلوية الكريمة اللي بتمثل من 3 ل 5% من الشعب السوري، والتي تمسك بمفاتيح السلطة والمفاتيح الأمنية في البلاد، إن هي من للحفاظ على البلاد وللحفاظ على الطائفة إن هي تحدث ما يسمى بانقلاب قسر، بمعنى وده يكون الأقل كلفة للجميع. أعتقد هذا الانقلاب القسر يعني مر وقته، بمعنى أن الشعب السوري أصبح في أعماقه يشعر كثيرا جدا ماذا فعلت الشبيحة وماذا كانت تنتمي، وتلك الحالات التي أهدرت فيها الكرامة الإنسانية. لكن السؤال طالما تكلمنا عن الانقلاب، هل تنجح روسيا وهي نافذة في المؤسسة العسكرية السورية أن تدبر انقلابا بجنرال سني يزيح بهدوء وبطريقة ربما أكثر تنظيما للحكم العلوي، ويؤمن الطائفة العلوية في مناطق جبال اللاذقية وحولها، ويهدي الأمر ويحفظ لروسيا مصالحها العليا في طرطوس آخر قواعدها في المياه الدافقة، ويهدي وبعدين في نقطة في المصالح الروسية كمان، البعض يعتقد أنه هو سوريا فقط، ولكن هم كانوا موعودين بأنهم يحصلوا على حق التنقيب عن البترول والغاز قبالة السواحل اللبنانية، يعني الشركات الروسية. فأنت عندك السلاح وعندك الأموال المودعة في روسيا من قبل آل الأسد والنظام السوري الموجودة هناك، وهي تحت حماية النظام بوتين. وعندنا أيضا التسهيلات اللي موجودة في مياه البحر المتوسط والنفط قبالة السواحل اللبنانية. فهنا غير على المستوى الاستراتيجي ان هو يمسك بأوراق يستطيع فيها ان يلعب دور السبويلر او المقايض، يعني المفسد او المقايض. هو يدير هذا الأمر الآن، لكنه مدير ليس مخلص. ولا تعتقد في لحظة ما أن الروس يمتلكون درجة من الإخلاص أو مسائل حقوق الإنسان. هو للأسف كان في تشبيه مكتوب في مجلة فورن أفيرز إن هو الحالة الروسية مثل الفتاة الجالسة على البار تنتظر العميل الذي يستطيع أن يدفع لها الفاتورة الأغلى سعرا، ولذلك بصرف النظر هو مين. تمام. ولذلك مناورة الغرب النهاردة محاولة استخلاص قرار أممي يسمح في بعض نصوصه بالتفاف معين قد يحرج الروس. نحن في الثورة الليبية الغرب أخرج، والقرار الذي صدر يعني تعتقد في اجتماعات لافروف مع اللي هو وزير الخارجية الروسي مع دول مجلس التعاون الخليجي ابتدأ الحديث عن سعر أو ثمن؟ أعتقد لأنه بعدها بدأ لافروف يتكلم عن أخطاء كثيرة للأسد، وأننا نصحناه كثيرا وأننا لن نتحمل. ابتدأ ظهور الموقف الأخلاقي. لكن المشكلة الكبيرة أنه متخوف من قرار يحمل جملة ما جعل الغرب يسارع ويشترك ويوسع عملياته في ليبيا. كانت جملة واحدة في القرار 1973: اتخاذ كافة الأجراءات الضرورية لحماية المدنيين. أعطني هذه الجملة، سأضرب وأقصف وأخترق إلى أعماق الأعماق، وسأميز أي هدف مهما كان بعيدا أو قريبا أنه كان يستهدف المدنيين. وبالتالي وقف الروس بغباء شديد في دبلوماسياتهم، لا يدركون هذه الحالة. هم الآن تائهون، لا يريدون أن يضعوا شرطا أو جملة أو عبارة ما بهذا الأمر. أعود بك إلى الطرف التركي. الطرف التركي أكثر طرف في العالم في آخر 36 شهر مضى معاهدات تجارية، وده يحسب إن هو يحول السياسة إلى بيزنس. وطبعا كان من الأخطاء العربية الشهيرة إنه كلما كانت هناك مفاوضات تجارية فشلت لأنه العرب يحولوها إلى سياسة، بينما الطرف الإسرائيلي كلما كانت هناك مفاوضات سياسية يحولها إلى بيزنس. يعني الفارق ما بين العقليتين في التعامل. فالتركي أعتقد أنه وجوده كقوة اقتصادية تعتبر من تقريبا السادسة في العالم الآن، وكقوة عسكرية من 10 الكبار، وسلاح جوي مميز مهمة في البحر الأبيض. كل هذه الأمور تجعل منه لاعب أساسي. كيف تعتقد أنه المصالح التركية تتحقق عربيا؟ يعني ما هو الوضع الأمثل بالنسبة له؟
ما هو شكل الشريك العربي الذي يريده؟ أعتقد أن لديه يعني قبل أن يكون شريكا لديه المشكلة السورية آنية ولديه المشكلة الإيرانية آنية. هو لا يريد أن يتخذ موقفا مع الخليج ضد إيران، حتى بعد أن قام بتركيب الرادار الذي هو جزء من منظومة الدفاع الصاروخي للناتو، حتى لو كان تحت الهلال السني يعني؟ حتى لو كان تحت الهلال السني، لكنه براغماتي إلى درجة كبيرة، وبالتالي هو يدرك أنه يريد أن يؤمن بقدر ما علاقاته مع الطرف الإيراني. يعني هو شايف نفسه لاعب ذو مصلحة ولا لاعب مسلم سني يريد أن يمنع خطر شيعي؟ لا، هو براغماتي إلى حد كبير للغاية، ونحن شاهدناه في ليبيا. كان أسوأ أداة في الشهور الأولى في الأزمة الليبية، لأن تعلم أن كان هناك بس أوغلو وزير الخارجية كان أول واحد يذهب إلى المدن الليبية بعد التحرير، لكن علشان وبعد كده يروح أردوغان ومعاه 200 رجل أعمال عشان ياخد الفاتورة. لكن ما زالت هناك غصة كبيرة. أنا كنت على اتصال بقادة الثورة، وكان لنا أحاديث كبيرة، واضطروا أن يرسلوا له أكثر يعني من مسؤول له بعد ديني ليبي ليتحدث معه. كان مشكلة كبيرة جدا في الأطلنطي كما قلت لحضرتك في إدارة العمليات، وكان مشكلة كبيرة جدا في اتخاذ القرار. مشكلة لأن لديه استثمارات كبيرة بترولية، وعلى اتصال بأردوغان شخصيا بعض الشركات النفطية التي العاملة في ليبيا، وكان ربما على توافق ما مع نظام القذافي، وبالتالي لم يستطع أن يوازن بين اعتبارات السوفت باور أو اعتبارات القوة الناعمة التي ربما من خلال الفكرة. في سوريا هيعمل إيه تفتكر؟ في سوريا أعتقد أنه سيمتلك الجرأة إذا ربما حصل على ضوء أخضر من الولايات المتحدة، وإذا أمنت له المنظومة الخليجية ربما الدفق المالي الخاص بهذا. لكنه أيضا سيكون ذكيا للغاية. لن نشاهد النمط الذي شاهدناه في ليبيا. هل ربما ستكون منطقة مثل جسر الشهور، وهي أقرب على مسافة 3 إلى 4 كيلو متر، هل ربما يتقدم ويشكل فيها ما يسمى أو سيف زون، منطقة آمنة؟ وبعد هذا من خلال المنطقة الآمنة سنقترب كثيرا من حلب، وربما تكون هناك استراتيجية ما يسمى الإنك سبوت أو نقطة الحبر الذي تنتشر، وبالتالي يبدأ المقاتلون ومشكلات كبيرة الآن بدأت في حلب. وإذا اقتطعت حلب من قبل الثوار لزلزل النظام تماما في دمشق. هل سيكون له صبر ترجد أوزال عندما أنشأ المنطقة الآمنة في شمال كردستان وكان جريئا للغاية، وجلب القرار 688 لمجلس الأمن، وجلب معه الولايات المتحدة الأمريكية، وأقيمت ما يسمى بمنطقة المراقبة نورثرن ووتش أوبريشن، ولكنها استمرت ل 12 عام. هم يتحسبون هذه النقطة. هو أيضا يتحسب هل حزب العمال الكردستاني سيتركه إذا ما دخلت قوات تركيا على الأرض، أم سيكون هناك تصفية حساب في الداخل السوري؟ حسابات كبيرة يديرها أردوغان، ولكن التي سيجبره تماما هي مشكلة إنسانية على الحدود التركية السورية. ما لم تخلق هذه المشكلة أعتقد أن الجميع قابل بأن يتآكل النظام السوري خطوة. ودعني أقول لك لدينا ساركوزي الشهر القادم انتخابات، وأعتقد أن ساركوزي مع تركيا سيكون لهم الدور الأكبر. إذا نحن أمام أسئلة كبيرة. هل يقوم الرئيس أوباما بذكاء ويبدأ في شن ما يسمى ضربات جوية انتقائية، بمعنى لن نتدخل ولكن سنقصف؟ لكن يستطيع أن يفعل ذلك دون غطاء من مجلس الأمن؟ سيستطيع أن يفعل ذلك، لأنه إذا تعصى عليه مجلس الأمن يستطيع أن يذهب إلى الأمم المتحدة، وأن بناء على ما يسمى الاتحاد من أجل السلام فور بيس، وفعلت أمام الحرب الكورية. الأخطر من هذا يستطيع أن يعود للمادة 58 من ميثاق. وهنا هيكون مصلحة روسيا أن هي ما تعطلش مجلس الأمن بشكل نهائي، لأن في الحالة دي هتفقد قيمة المقايضة تماما. إذا تطورت الأمور، دعني أقول لك أن الدب الروسي ليس بهذا الأمر. كنت أتكلم منذ قليل حضرتك وذكرت فيتنام. نيكسون 72 عندما اختنق تماما كان الروس يضعون السفن في ميناء هايفونج، ومجرد تواجد سفن روسية في ميناء هايفونج الرئيسي لفيتنام الشمالية كانت الأوامر ألا يقصف الطيران الأمريكي الميناء. قصف في عملية لاين بيكر 1 ولاين بيكر 2، قصف الميناء
الذي تتواجد فيه السفن الروسية، لأن الرجل كان يريد أن يخرج سريعا ولم يهتم بالتواجد. قصف بطاريات صواريخ الدفاع الجوي التي كان فيها فنيين روس ولم يهتم، لأنه كان يريد أن يخرج. مسألة الخروج أحيانا تجبر الطرف الأقوى على أن يتخذ شيئا ما. ولكن كما تحدثت معك، هناك قدر من السمارت اوبريشن قادمة، يعني عمليات ذكية قد تعتمد على تحالف رغبة، قد تحتاج قرار من مجلس الأمن، وإذا لم يتيسر قد تركيا تطلب طبقا للمادة الخامسة من ميثاق الناتو أنها في حالة دفاع عن النفس، وتجبر كل أطراف الناتو على أن يدخلوا معها في تنفيذ المادة الخامسة من الميثاق ويشاركوا معها، باعتبار أن سوريا تمثل تهديدا للأمن القومي التركي. هذه هي حالة العالم العربي قبل وبعد حالة الربيع العربي. هذه هي موقف الأطراف اللاعبة الثلاثة، تركيا وإيران وإسرائيل. هذه هي مصالح الأمريكان والروس. الآن نحن نشاهد حالة تسمى uncertainty، حالة من عدم التيقن. يعني القوى أصحاب المصلحة، سواء إذا كانت في تركيا أو إيران أو إسرائيل أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو الصين، كلهم يسألون السؤال في 6 دول فيها حالة تغيرات واهتزازات وسيولة، لا أحد يعرف بالضبط إلى أين سوف ينتهي شكل النظام. لكن المؤشرات تعطي أنه سواء بحركة الشارع أو بنتيجة الانتخابات أو إرهاصات الانتخابات أننا أمام شكل عالم عربي جديد فيه غالبية من ما يسمى بتيار الإسلام السياسي. السؤال: تيار إسلام سياسي هل يمكن أن يصوغ شكل الأمن القومي بشكل مختلف في علاقاته؟ مثلا ازاي يتعامل مع إسرائيل، ازاي يتعامل مع تركيا، ازاي يتعامل مع إيران؟ ده سؤال مهم جدا جدا. دعني أقول لك أننا أمام فعلا هلال إسلامي سني يتشكل. إذا أخذنا المغرب والحكومة الإسلامية في المغرب، ومررنا على تونس، ومررنا على ليبيا والإخوان المسلمين ربما فيها الإمكانيات في الجزائر، والجزائر ما زالت يعني أمورها في إرهاصات، ثم دخلنا على مصر وأيضا الأردن معنا. أعتقد أن الشكل عام، وعندما نغلق الهلال على سوريا وهي قادمة بالتأكيد بإذن الله، فأنت نتكلم على حماس نمط أمام نمط جامد. ولكن دعني أقول لك أنني أمتلك قدر من التفاؤل، بمعنى أنني عندما عاصرت أزمة مجتمعات أو منظمات المجتمع المدني، كان الخطاب الإخوان المسلمين عاقلا للغاية، بل ووصل الأمر أن الأمريكان شكروا في لحظة ما يعني الإخوان لمساهمتهم في حل هذه. شكروهم ليه؟ جون ماكين أعتقد أنه ليس في حاجة إلى أن يكذب. يعني هذا الرجل السيناتور هو من أريزونا، ورجل متجهم للغاية، ومعروف يعني بولدوج يعني. هذا هو عموما. الأسبوع الماضي أنا أحببته في ليبيا، وكرهته كثيرا في إسرائيل، ثم قعدت وأحببته في سوريا. الأسبوع الماضي شخط وربما تعصب على كل مليون بنيتا ومارتن ديمسي، قال لهم: تريدون كم عددا من الأرواح التي ستزهق في سوريا حتى تدخلوا. لازم تعرف الحالة النفسية اللي هو فيها. هو مريض وأجرى عدة عمليات في فكه، وقال لبعض المقربين له مؤخرا أنه هيجري عملية في غضون 2 ولا يعرف إذا كان سيخرج منها حيا أم لا، ويريد أن يغادر هذا العالم وهو صاحب ضمير يقظ. يعني وبالتالي فالقصة مش فارقة معاه زي ما بنقول بالمصري. وبالتالي خلينا براجماتيين حضرتك. يعني أنا الحقيقة إبان الثورة المصرية و18 يوم أنا شكرت الرئيس أوباما. إذا شاهدت خطاب الرئيس أوباما يوم 1 نوفمبر 1 فبراير بعد أول مليونية تمت في ذات اليوم، كان يوم الثلاث الرئيس أوباما خرج وتحدث في خطاب قال يعني أن الشعب المصري ألهم العالم كيف يدافع عن الحقوق العالمية الإنسان. ثم فجأة أثناء الخطاب لم يشعر كثيرون بجملة كانت في غاية الخطورة،
عندما وجه تحية مباشرة للجيش المصري الذي حمى المتظاهرين وحمى من يطالبون بحقوق الإنسان، وتمنى عليهم أن يستمروا في هذا، أن يتحدث رئيس الدولة العظمى في العالم مباشرة إلى مؤسسة عسكرية أو إلى جيش دون المرور على القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة، كان على الجميع أن يضع خطين في هذه اللحظة. يبدو أن أمريكا قررت شيئا ما. أن يتكلم روبرت جيتس ويقول، بس حضرتك بتشوف ان هي قررت، لكن هي استقرأت انه بعد يوم 28 يناير ان الجيش نزل الى الشارع ولن يعود، لانه حسم الموقف، وانه من الواضح انه الشارع اصبح في يد قوى الثوار، وانه النظام بعد ان فقد اداته الامنيه وهي الشرطه وفقد ولاءات الجيش له والمعلومات التي توفرت لديهم عبر قنوات. لان حضرتك لو تشوف من 28 ل1 كميه الاتصالات ما بين البنتاجون والمجلس الاعلى هذا ما كنت اريد ان اقول المسلحه المصريه كله لاستقراء الموقف ومعرفه الموضوع، تاكد لديهم ان الجيش لن يصف مع الرئيس. فبالتالي هو مش موقف، انا بس يعني احذرك من الاعجاب، يعني موقف هو مش موقف اخلاقي او مناصر لحركه شارع، بقدر ما هو موقف تقرير الحسابات بالامر الواقع، ان هناك قوتين في الشارع، قوه ثارت وقوه حمت الثوره ولن تقف مع النظام، فلذلك اعلن رهانك عليهما حتى لا يصبح النظام المقبل معاديا لك. لكن دعني أقول لك أنه مهما كانت المعطيات التي دفعت الرئيس أوباما هذا، يكفي أن رئيس القوى العظمى خرج وكانت رسالة ضمنية للرئيس الذي لم يكن يريد أن يغادر أن الأوان قد آن، لأنه بعد موقعة الجمل عندما دخلوا على الرئيس أوباما بيعرضوا عليه ما حدث، قال لهم التغيير يتم، فقالوا الآن، قال لهم الآن أمس. يعني كان من الواضح، ونحن دائما في لحظات الثورة علينا أن نكون متنبهين عملياتيين قادرين على البراغماتية والواقعية. دعني أقول لك أن عندما روبرت جيتس يتكلم ويقول الآن استثماراتنا في الجيش المصري أتت بنتيجته، ماذا تعني الكلمة دي؟ تعني أن هناك كادر من الضباط المصريين بدأوا يتلمسون ويحتكون ويتعاملون مع العسكريات الغربية، وبدأت فكرة الثورات العسكرية الاحترافية تخبو، وبدأت فكرة العلاقات المدنية العسكرية حتى لو تعثرت، لكن أمامك نموذج بتعيش فيه. عندما تذهب وفي أحد الدورات تتعامل في أحد العلاقات أو التفاوضات، أنت أمامك نمط، أمامك رئيس أمريكي، أمامك رئيس أركان، أمامك وزير دفاع، أمامك نمط من المدنية الحديثة التي أحيانا تسأل نفسك، وعندما تسأل نفسك تبدأ تدور تساؤلات القناعة. وبالتالي علينا أن نأخذ هذا الأمر بهذا المنطق. روبرت جيتس قال اتصلت 6 مرات، وروبرت جيتس لا يمكن هيتصل ويتحدث عن استخدام عنف. من المؤكد أن في حديثه بطبيعة الدولة الديمقراطية سينصح بقدر من يعني حضرتك تتخيل كيف تكون المكالمة قد صارت، يعني أنت لو تلبست وانت بتلعب هذا الدور بشكل بارع جدا، عقلية روبرت جيتس وهو يحدث المشير، ماذا تعتقد؟ أعتقد أنه سيركز معه على يعني يا ريت تقولها بضمير المتكلم، يعني بضمير روبرت جيتس. روبرت جيتس يعني هو ضميره أمريكي، ولكن هيقول إيه يعني أعتقد أنه أعتقد مثلا سيادة المشير هيقول له إيه؟ لا طبعا هو هينبهه أن أي استخدام للعنف يعني أنه ستكون لدينا مشاكل كبيرة في الكونغرس الأمريكي للمعونة العسكرية المصرية. سيقول له أنكم أحد المؤسسات أو الجيوش العالمية التي توضع على رأس قائمة الأخلاق الاحترافية في العالم، وعليكم أن تحافظوا عليها. عليه أن يقول أن عليكم أن تحترموا الحقوق العالمية. هذا ما سيقوله. هذا خطاب ليس خطاب مصالح. دعنا أقول لك أن هيلاري كلينتون كانت متعثرة في تقديرات الموقف في الأيام الأولى، ولكن مضطربة. ولكن دعني سنعود مرة أخرى، وأنا سأتماشى معك تماما. الذي خلق وفرض الأمر الواقع هم هؤلاء العظماء الذين كانوا في الميادين، وبالتالي أنت تجبر وأنت تصر. وهذا يعيدني إلى سوريا، كلمتني عن التكلفة. قاتلوا، لا تنظروا إلى الخلف، لا تحصوا قتلاكم. الحرية هي قضيتكم الأولى، وهي غالية وأثمنها ستكون غالية. لا تعدوا، لا تحصوا. عندما أركب مركب علي ألا أعد أعداد الأمواج التي ستواجهني. وبالتالي ربما تحضرني يعني عبارة شهيرة قال أحد الضباط المارينز الأمريكيين في حرب كوريا، كان محاصرا، فكان من الثقة الكبيرة قال إنهم أمامنا،
ومن خلفنا، إنهم عن يميننا وعن يسارنا، نحن لن ندعهم يفرون منا هذه المرة. وهو يعني وبالتالي هذه هي اللحظات التي ربما انا عشتها في غزه وعشتها في ليبيا، وان شاء الله الجمعه امس كانت جميله في عباراتها في سوريا، قادمون الى دمشق، ونتمنى دائما ان ندخل الى دمشق قلب الحريه وعاصمتها العظيمه المبدعه. اعود بيك، لو انت صانع القرار في العواصم المعنية الكبرى الإقليمية والعالمية، كيف تتصور شكل الهلال السني أو دول التيار الإسلام السياسي التي ستتكون على نهاية هذا العام؟ أعتقد بالمعطيات التي صدرت من مسؤولينها حتى الآن، وبخطابهم السياسي وبأدبياتهم المعلنة حتى هذه اللحظة، على الأقل الرموز الرئيسية، تكون حالة تعاون توافق، أم ستكون حالة صدام واختلاف؟ لا، أعتقد أنها ستكون حالة رشاد كاملة. حديث الشكر الذي تم للأخوان، حديثهم برضو حضرتك ما جاوبتنيش، هو امتدحهم ليه أو شكرهم؟ من المؤكد أن جون ماكين وهو في الطائرة قبل أن يصل القاهرة قال أنني سأذهب إلى مراكز اتخاذ القرار في مصر ولن يكون قاصرا على المجلس العسكري. طيب. وبالتالي هو يدرك ماذا تعني، وقابل الإخوان ومن المؤكد أنه ناقش الأمر، ومن المؤكد أنه تلقى منهم رؤية منطقية. الإخوان يدركون ماذا تعني القوة العظمى وماذا تعني طبيعة العلاقات، ويريدون أن يستلموا ويديروا الحكم دون صدام ما. هذه أزمة، يعني نقول بالعربي كده أنهم وافقوا أو اتفقوا معه على أهمية أن هناك مأزق كبير بعدم سفر أو منع سفر هؤلاء الأمريكان، وأن الخروج من هذا المأزق بطريقة أو بأخرى هو بخروجهم حتى لا يستفحل المنطق أكثر من ذلك. أنا في هذا الأمر بجدهم يمتلكوا قدر من الرشادة الاستراتيجية كبيرة جدا. يبدو أن مصر وجزء كبير من عالم يعني العرب، الإخوان والإيرانيين الاثنين تجار، يبيعوا ويشتروا ويعرفوا يعملوا مقايضة سياسية. أعتقد أنهم يملكوا هذه المهارة، وقبل هذا يملكوا التاريخ. دعني أقول لك أن مصر عانت كثيرا من اللا رشادة في سياسات الأمن القومي، لم يعني تعاني دولة مثلنا والله. وأنت من المؤكد مدرك أنك إذا قرأت تفاصيل اجتماع 17 مايو 67 اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي، والرئيس ناصر يتكلم، كان موجود في مذكرة عبد المجيد فريد، رئيس ناصر يتكلم على ان احنا بدون اغلاق مضيق طيران 50% حرب، وباغلاق مضيق طيران 100%. ماذا تريدون؟ نغلق. السيد المشير يسأله يقول له انا جاهز وقواتي جاهزة. وكان تقرير العمليات الصادر من هيئة عمليات قوات مسلحة في 26 ديسمبر يعني في العام السابق 66 كان يقول اننا لسنا جاهزين حتى لتنفيذ الخطة الدفاعية. إلى أين أنتم أخذتمونا؟ رابين كتبها، كان ناصر ينتظر رابين، وكان رابين ينتظر أشكول، وكان أشكول ومجلس الوزراء الإسرائيلي ينتظر أبا إيبن، وأبا إيبن ينتظر الدور الأخضر من ليندون جونسون ومن البنتاجون. ماذا فعلنا ببلادنا؟ ماذا فعلنا في الثغرة المصرية التي حدثت في منتصف أكتوبر ولم نخرج نسأل أنفسنا؟ وأخيرا نتحدث عن فريق الشاذلي وخلافه. لم نقرأ جيدا ونمعا في قراءة حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي للرئيس السادات في كتابه الأمن القومي المصري، الذي قال في أحد الأوراق نصا الرئيس السادات قرر أن يكون وحيدا، أن يتخذ القرار وحيدا. أخذ كثيرا قرارات مصيرية، ولكنه أراد الآن أن تكون معركته الوحيدة إما أن ينتصر أو يتحمل مسؤولية ما يحدث الآن من تدهور. لكنني أقول أن هذه هي اللحظة التي من أجلها تشكل ما يسمى تنظيم الأمن القومي في مصر. مستشار الأمن القومي يشتكي أن رئيس الدولة في منتصف الحرب لم يكن يضع آذانه للجنة تدير الحرب، ولكن جلس بين أصدقائه في أحد القصور، وبالتالي حدثت الثغرة وحدث ما حدث. أفضل ما في أعدائنا أنه عندما تنتهي الحروب يجلسون ويقولون لأركان حروبهم: أعطيتكم أولادي وأعطيتكم مالي وأعطيتكم تاريخي. التاريخ سيذكر سقوط بغداد وصدام سينسى،
أنت وكثيرون يعلم أن بغداد سقطت تحت أقدام ولاكو، وأتحدى أن هناك أقل من 1/10% في هذه اللحظة يتذكر اسم الخليفة المستعصم الذي أساء، ولكن تبقى الإساءة لوطن ولأرض. يخرجون يحاسبون، ونحن نخرج لنغني ونطرب أنفسنا بأشياء غير واقعية. هل تعلم الإخوان المسلمون؟ هل تعلم ذلك الشرق الذي يتشكل فيه الهلال الإسلامي؟ أعتقد أنني حتى الآن لم أسمع تصريحا متجاوزا. يبدو أن هناك درجة من الرشاد. وأريد أن أقول لك ونحن نقترب منها، عندما نزل هؤلاء الشباب الرائعون إلى ميدان التحرير وإلى ميادين مصر، خطبوا، كانوا يهتفون ويقولون عيش، عدالة، حرية اجتماعية. لم يهتفوا ضد إسرائيل ولم يهتفوا ضد أمريكا. هل الربيع العربي يعني أننا نعيد ترتيب أولوياتنا؟ هل يأسنا من شيئين؟ من حكام يهدرون مقدراتنا، ومن مقاومات نحن نحبها كثيرا ولكن الخلل في التوازن العسكري يجلب علينا الأمرين؟ هل سنعيد في البداية والنهاية قوتنا الاقتصادية ونربط أنفسنا معا ثم نخرج للعالم نطالب؟ الصين أخذت هونغ كونغ وأخذت ماكاي بدون حرب. هل عندما يكون لدينا هذه العنفوان الاقتصادي والتماسك؟ وأنا كنت في أثناء الحديث مع سيادتكم الآن ربما تحدثت أن الحروب انتهت بشكلها التقليدي. لن ترى بعد ذلك تشكيلات قتالية تعبر 200 كيلو ولا صحراء مفتوحة. التكنولوجيا قضت تماما على الآليات الثقيلة. بعد 30 عام 80% من الأسلحة روبوت أمند غير مأهولة. آخر طائرة تدخل الخدمة في الولايات المتحدة يقودها طيار هي الإف 35 التي تدخل بعد عامين، وبعد ذلك كل الطائرات تدار بنظام غير مأهول. نحن نشاهد عالم غريب، عالم يتشكل أمامنا. شاهدنا القوات العسكرية الليبية تدمر إزاي، شاهدت القوة العسكرية العراقية تدمر إزاي، شاهدت نجاحا عندما التجأنا إلى المدن. عندما التجأ رغم كل تقدم العلم العسكري لكن تظل قضية إرادة القتال. وبالتالي أنا ما أخشى اليوم وأنا أرى الجيش المصري يعني تحيطه العاصفة الكبيرة وهو في قلب المدن. ربما أتحسر وأحزن، لا أغضب فقط، أريد أن نعود سريعا إلى سكنتنا، لأن قتالنا القادم سيكون مع هذا الشعب في داخل المدن والقرى. وأنت ربما ستنقلني أو الوقت لن ينقلني عندما نذهب إلى سيناء. هو حالة انكشاف للحدود المصرية في وضع سياسي متأزم في الجانب الآخر من سيناء. 1200 نفق، حكومة من حماس وتيار إسلامي صاعد في العاصمة المصرية سيحكم بعد 120 يوم، حيكون من تيار الإخوان المسلمين. فلأول مرة حيكون في حالة تكاد تكون لأول مرة في التاريخ، هي أن العاصمة المصرية أو الدولة المصرية يحكمها نظام هو يتبنى نفس الأفكار والمرجعية السياسية والدينية التي يتبناها الدولة أو الدويلة أو النظام الموجود في منطقة غزة. وأنت تعلم أنه تاريخيا هناك محاولة لإلقاء مسؤولية غزة أن هي في الخرائط والمشروعات الإسرائيلية أنه تكون سيناء هي جزء من هذا الموضوع. وسمعت أيضا مشروع مبادلة الأراضي وكل هذا الأمر. كيف ترى سيناء وغزة والوضع في ظل ربيع عربي وحكومة من الإخوان في مصر؟ كنت أقرأ تقرير منذ أيام صدر عن الجانب الإسرائيلي، وعندما يتحدث عدوك عليك أن تتنبه وتقرأه بجدية. هم يخشون أن تضيع سيناء من مصر ويقولون هي في طريقها إلى دولة بدوية، ويطالبون ما يسمى شبه حكم ذاتي. إذا كان الإخوان المسلمون أو أي تيارات في مصر تفاضل بين قضايا عربية وبين الأمن القومي المصري، فنحن سنقف دائما مع الأمن القومي المصري. في سيناء بعض المناطق الآن لديها مشكلات كبيرة، حتى يسمون الآن جبل الحلال تورا بورا سيناء عشان تدرك هذا الأمر.
هناك سيطرة وهيمنة من بعض الجماعات الإسلامية النافذة، وهناك ما سمي بتنظيم للتوحيد والجهاد، وهناك ما سمي بأنصار الجهاد، وهناك عملية تمت سبب مشكلة السفارة الإسرائيلية في 18 أغسطس الماضي لأول مرة تتم من جانب مناطق يحتلها جنود مصريون، وأدت لمشكلة كبيرة وعمليات انتحارية أدارها بعض من البدو المصريون، ونحن لن نتحمل. دعني أقول لك أن علينا أن نعترف أن هناك مشكلة كبيرة، لكن القلب مضطرب. القاهرة نبضها عالي، القاهرة التي تضخ الدم حتى الآن ربما مرهقة ضجرة بعد سنة وأكثر لم تحل بعض مشكلاتها. هل عندما يدخل الرئيس الجديد وتكتمل الأذر الشرعية هل سنفكر في سيناء؟ دعني أقول لك أن الإسرائيليون مسلمون الآن بأنهم يقبلون بتقدم القوات المصرية شرق المنطقة 1000، يقترحون الآن هذا. هم الآن ربما ينصبون سور بيسمى مشروع ساند كلوك أو يعني ساعة الرمل. يكلفهم هذا المشروع حوالي 350 مليون دولار، حوالي 1.3 مليار شيكل. سينتهون منه بنهاية العام، عبارة عن ربما سورين بطول 5.5 متر وحوالي 1.5 في العمق وبشبكة إلكترونية. هل هذا السور سيريحنا على الأقل من ناحية تسلل الأفارقة من سيناء إلى النقب؟ قد يكون هذا الأمر. هل سيقلل من احتمالات عمليات يعني مقاومة أو بين قوسين إرهابية على الطرف الإسرائيلي وتزعج وتورط مصر؟ قد يكون. هم الآن بيطرحوا لنا مشكلة، يقولون لنا نحن ندرك تماما أن سيناء في خطر. لا، علينا وعليكم. هل من الممكن لكم أن تتقدموا بما يوازي 8 كتائب من المنطقة ألف وتحتلون بها في المنطقة ب والمنطقة ج؟ نحن سنقبل. عليكم أن تتمركزوا على الساحل الشمالي لسيناء وتتمركزوا على الحدود بين غزة وبين سيناء، وتتمركزوا على طول الطريق الذي أنفقت عليه الولايات المتحدة كثيرا بين رفح وطابة، وعليكم حتى أن تتواجدوا في منطقة طابة وحولها، لأننا نخشى أن بعض الصواريخ الميمدال قد تصيب بعض السفن، ونخشى أيضا من أن الطيران التجاري لمطار إيلات ومطار عفدة في جنوب النقب ربما يصيب بعض الصواريخ المضادة للطائرات التي وصلت لبعض العناصر في سيناء. علي أن أسمع هذا الأمر جيدا، وعلي أن أستمع أن هناك تجارة للبشر وهناك تجارة لأعضاء البشر تتم. علي أن أقرأ هذا بتمعن. يقولون أننا الآن ندعم الطرف الآخر، وعليكم أن تدعموا طرفكم. علينا أن نقوي القوة متعددة الجنسيات. كل هذه الأمور عليهم يقولون لنا لا تطلبوا تعديل في الاتفاقية، ولكن بيننا وبينكم منذ عقد ما لم يكن يعرفه الكثيرون agreed activities ميكانيزم، آلية أنشطة متفق عليه. من هو مصدر الخطر؟ هل هو حماس؟ هل هو عمليات التهريب عبر الأنفاق من الجانب الغزاوي إلى جانب القاهرة؟ سمعنا عن دخول 80 مليون دولار مزورة دخلت البنوك المصرية، سمعنا عن دخول 8 طن آخر مرة من المخدرات، سمعنا عن أسلحة بأعداد كثيرة، سمعنا عن دخول حتى قوة تحسب على أنها إرهابية أو يعني مستأجرة أو داعمة لفكرة عمليات عنف داخل مصر، منها عمليات في قناة السويس. كل هذا الأمر هل الخطر من الجانب الفلسطيني أم من بدو سيناء أم ائتلاف بينهما؟ أعتقد الخطر قد يكون في أقله من جانب البدو الذي يعيشون على التهريب والتجارة، وأضيف لها تجارة البشر والجميع يعلم. وأيضا المشكلة قد تكون يعني في مصالح، وهناك حجم تجارة 300 مليون دولار سنويا لهؤلاء البدو، وأصبحوا الآن ربما يعني يركبون أحدث العربيات وهي عربات مسلحة وفراغ القوة يغري تمام. لكن الأخطر
أن هناك بدأ يحدث نوع من التمازج بين التيارات الجهادية السلفية وبين بدو سيناء. بدو سيناء تاريخيا كانوا معتدلين في فكرتهم الإسلامية، في ممارستهم، في شعائرهم وخلافه، ولكن عندما أبدأ وأشاهد الآن بعض التجمعات المؤسسة على شباب البدو والاتجاه السلفي والاتجاه الجهادي وفكرة محاربة اليهود وأنصار الجهاد والتوحيد. سمعناك في بيان طلع من شهرين منسوب إلى القاعدة أو فكرة الإمارة الإسلامية، وبعدين بعد كده نزعوها من على الموقع. هذا هو أخطر شيء، هو أن يحدث التمازج ما بين البدو بطبيعتهم التي اعتدنا عليها لعشرات السنين وما بين الفكرة الجهادية السلفية الإسلامية. هنا هذه النقطة في الوسط هي مكمن الخطر الرئيسي الذي يمثل لنا شيء كبير، وبالتالي علينا أن نكون واقعيين، علينا أن ندرك أن أمامنا وقت كبير حتى نستطيع أن نستوعب هذا الأمر. نحن لم نرتب أوضاعنا الداخلية بعد، أمامنا رئيس جديد، أمامنا مجلس شعب، أمامنا حكومة تتمتع بأغلبية، لديهم ستكون رؤية لإعادة تنمية سيناء مرة أخرى، للتفكير في أننا دعنا لا تأخذنا المسائل النرجسية. أنا دائما كنت أعطي محاضرة لبعض أعضاء مجلس الشعب منذ مدة، وقلت لهم كلمتين في نهاية المحاضرة، قلت لهم أرجوكم لا تخزلوا ثورتنا، وأتوا بأحمد حرارة الذي فقد عينيه في افتتاح مجلس الشعب، وأقول له أن عيونك ستكون هي عيوننا ونحن نخط لأمتنا، والأهم أرجوكم ألا تعرضونا في لحظة إلى درجة من الإذلال القومي. لقد عشت هذه اللحظة في يونيو 67 ومن ذروة النرجسية وصلنا إلى قاع الواقع. نحن لا نريد مرة أخرى مواجهة عسكرية، ولا أريد لأولادنا مرة أخرى أن يدخلوا في حمى صراعات. لدينا مشكلة كبيرة أننا تركنا سيناء من أجل تشكى سنة 97، وأخذت موارد خصصت لسيناء وذهبت إلى أقصى الجنوب لتنشئ الدلتا الثانية لمبارك، وضاعت منا سيناء. ودائما أقول أن كل مصري سيعبر من الدلتا إلى سيناء هو يساوي جند مصري عبر في تلك الأيام الرائعة في أكتوبر 73. قتالنا ومستقبلنا يعني وآمالنا بحاجة لعبور ثاني بمنشآت صناعية، بمراكز سكانية. كم كنت معجما للغاية وأن أشاهد عيت الشعب وعلم الشعب وبنت جبيل ومرجعيون. كان حسن نصر الله يقاتل في صيف 2006 في قرى تعدادها 4000. نحن نريد للقوة السكانية أن تزحف، تشكل بافر زون، وبهدوءنا العسكري ودون حديث كثير سندير معاركنا. كل قرية وكل بلدة وكل مدينة في سيناء على محاورها الرئيسية الثلاثة والطولية هي حماية استراتيجية سنقاتل منها على كل شبر. كم هي المدن صعبة، كم وقفت غزة عزيزة لأنها بتعداد مليون، كيف لدينا الآن عشوائيات بالملايين، وغزة وسيناء لا نملك فيها مدينة مثل غزة. أعطني مدينة واحدة مثل غزة على كل محور وسأقطع رجل أي غازي يفكر أن يدخل بلادنا. من هذه البيئة المدنية سنقاتل، لأننا ندرك أن العالم لن يمنحنا التقنية القصوى، ولن يمنحنا في يوم درجة التوازن العسكري مع أعدائنا، لكن ما سيمنحنا أن نستغل فقرنا وأعدادنا الكبيرة التي تندفع في بيئتها المدنية في وسط سيناء، وجنودنا قادرون تماما على أن يؤمنوا لنا حدودنا. هذا هو الرهان، وهذا هو الرئيس الذي في يوم ما سيأتي إلى هنا لتخاطبه وتسأله كل عام كانت سيناء فيها كم ألف، واليوم يا سيد الرئيس أصبح فيها كم ألف.